طيب يلا نكمل على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا وقفنا عند إن إحنا إزاي نعرف نخطط الحمد لله ونرسم في البرنامج، مفيش مشكلة، ونحدد مصدر المية والبامب بتاعتنا، مفيش مشكلة خالص. طيب المدخلات بتاعتنا بقى إحنا هندخل إزاي الحاجات اللي إحنا عايزين نشتغل عليها، وإيه هي الداتا اللي ممكن تدخل في شبكة المية. عايز أشرح لك النهاردة كل الداتا اللي ممكن تدخل، بحيث إن أنا يعني أحطك على أول الطريق إن أنت تقدر ترسم، وبعد ما تخطط يعني تبدأ إن أنت تشتغل في البرنامج وتعمل لي رنايه كده سريعه، حتى لو فيها مشاكل. يعني هناخدها حتى ستيدي ستيت، وهقول لك دلوقتي يعني ستيدي ستيت كستيدي ستيت، وبعد كده نبقى نشوف الباترن مع بعض، وازاي ندخل تانك مثلا عالي، والحاجات اللي هي ممكن تبقى ادفانسد شويه بعدين. ادفانسد بدايه يعني مش ادفانسد قوي، دي حاجات يعني بسيطه، بس ادفانسد عليك دلوقتي. في حاجات بقى ادفانسد اعلى منها، لو انتوا ساعدتوني ان احنا نشرحها، زي الكنترولز مثلا، نبقى نتكلم فيها باذن الله مع بعض ان شاء الله. طيب ايه هي المدخلات اللي انا بدخلها؟ لو احنا اتفقنا برنامج اناليسيز، ايه هو الحاجات اللي انا عايز ادخلها للبرنامج علشان خاطر يعمل لي اناليسيز الشبكه؟ اول حاجه واللي هي سيستماتيك خالص، واللي انا اقدر ادخلها للبرنامج، المناسيب بتاعه النقاط. هدخل ازاي المناسيب بتاعه النقاط؟ واحد هيقول لي ده هم بتاع اربع خمس نقط، فهاجي على السيفل اشوف النقط دي فين. انا كده كده محددها، احنا عارفين ان احنا ممكن زي ما اتفقنا نعملها هنا، فانا عارف مكانها على السيفل، فهاجي اعرف من السيرفس المنسوب كام، وهاجي اللي هو الواحد البدايه خالص ان انا هاجي هعمل كده دبل كليك على الجنكشن في البروبرتيز بتاعتها، هلاقي في الفيزيكال حاجه اسمها الاليفيجن. فهدخل في الاليفيجن ده وليكن منسوب النقطه دي 15 متر، فهدخل له المنسوب بتاع النقطه دي. منسوب النقطه دي والله 14 متر ونص، فهاجي عند الاليفيجن هنا كده في الفيزيكال واقول له 14 متر ونص. طيب واحد تاني بيحب يسرع العمليه شويه وعنده نقط كتير اكتر، ويقدر ان هو يستوردها بسرعه، فبيجي هنا من تولز زي ما اتفقنا انتريكس اهي، وابدا ان انا اشوف ايه الملف المتاح عندي. انا عندي بنتلي دي تي ام فايل، ولا عندي دي اكس اف بوينت، ولا كونتورز، ولا عندي اكس ام ال، ولا سبوت ديفيجنز، ولا شيب فايل. انا اكتر حاجه زي ما قلت لك بشتغل عليها يا اما الكونتورز يا اما اللاند اكس ام ال. طالما انا بشتغل على السيفل يبقى يفضل ان انا اشتغل على اللاند اكس ام ال. فهاجي هنا واجيب الملف بتاعي واحدد هنا متر وهنا متر، واقول له ايه متر اسف، واقول له نيكست. هيبدا يجيب لي السيرفيس يستورده لي، يبدا ان هو ياخد النقط دي كده، او يستورد اسف اللاند اكس ام ال اللي هو في يعني سيرفيس في صوره لاند اكس ام ال، ويبدا يستورد المناسيب بتاعته النقط، ويقول لك والله انا عندي مثلا نقطتين ثلاثه كده ممكن تلاقيهم فعلا بره الايه، بره السيرفيس، فمش قاريين مناسيب. فهاجي من هنا كده انا عايز اشوف النقط دي فين، فهاجي من هنا من فليكس تيبل اهو، او لو انت شغال على فليكس تيبل في الجنب وتحب تثبته لنفسك، هجيب الجنكشن تيبل اهو، وهبدا ان انا اعمل في خانه الاليفيجن دي كليك يمين سورت اسندنج، فيبدا هو يجيب لي الاصفار اللي في الاول دي، اروح انا مدخلها بايدي 14 مثلا 15. ده على حسب برضه، المفروض مش بدخلهم كده هباء، على حسب السيرفس بتاعي بيقول ايه. لازم اروح السيرفس واشوف النقط دي فين، وابدا اشوف النقط دي اقرب حاجه ليها ايه، وابدا انسبه ليها. طيب بالنسبه برضه للبامب والريسيرفوار، لازم ادخل الفيجن بتاعه. طيب الريسيرفوار ده منسوب الارض عادي، يعني احنا عارفين ان غالبا لو هو خزان ارضي ان هي محطه يعني تنقيه، بحط الايه، بحط المنسوب بتاع الارض عندها وخلاص، وغالبا هو بيبقى خزان ارضي، لان منسوب الارض هو نفسه منسوب الميه في الخزان. فليكن منسوب الارض هنا كان 15، فانا دخلت منسوب الارض ب 15. طيب منسوب الريسيرفوار بقى اسف البامب اسف، منسوب البامب بدخل الفيجن بتاعك كام؟ يفضل ان انت تدخل البامب واطيه، واطيه عن الريسيرفوار. ليه؟ البامب ذات نفسها اصلا لما تيجي تحط في غرفه المضخات لو هو خزان ارضي بتبقى تحت. انا مش عايز البامب دي يحصل سكشن عليها، انا عايز البامب يبقى الميه دايما اعلى منها، فانا هخلي البامب دي تحت الارض بحوالي 3 4 متر، في ناس بتحطها كمان 5 متر، فانا اخليها 3 متر وليكن. فهنا لو منسوب الارض 15، فانا هدخل هنا 12 متر، عشان دايما البامب دي تحس. بجرب حتى ادخل البامب اعلى من الريسيرفوار واعمل رن كده، يقول لك في مشكله. يفضل البامب زي ما اتفقنا ان هي تبقى اوطى من الريسيرفوار. لو عندك المنسوب بشكل واقعي، او انت عارف الغرفه بتاعت المضخات هيبقى عامله ازاي وتحت الارض بقد ايه والبامب فين بالظبط، ماشي دخلها زي ما دخلها بشكل ايه واقعي، مش هتفرق في الاخر خالص، لان انا زي ما هنشوف
بحقق البريشر بزياده شويه. يعني انا محتاج مثلا 2 بار طبقا للكود من 2 ل 3. لو هو احنا بنتكلم على حاجه عاديه ما فيش فيها ارتفاعات، وهنشوف بنحسبها ازاي. 2 بار انا بخليها 2 ونص مثلا. فلا ده انا معايا كمان نص بار اللي هم مثلا 5 متر ولا حاجه. لا مش هتفرق بقى هي تحت الارض بمتر ولا ب 2 متر، هي 3 متر 4، مش هتفرق خالص. لو هو فرق متر وانا كده محقق اكتر من التارجت بتاعي بحاجه بسيطه يعني. فدي شالت دي. ماشي يا شباب. طيب انا دلوقتي اقدر ان انا ادخل مناسيب. طيب انت عايز ايه بعد المناسيب؟ انا عايز احلل بقى الشبكه بتاعتي. هل الريسيرفوار ده يدخل له اي داتا غير المنسوب؟ لا. يبقى الريسيرفوار ده كده مصدر غير محدود من الميه. ممكن تتعامل مع حاجات فيه بعدين برضو ادفانسد مش هنحتاجها دلوقتي خالص. بس هو اكتر حاجه او الحاجه اللي يعني شائعه جدا، ويعني اعتقد مش هتقابل غيرها. ممكن تقابل لما تكبر شويه. الفيجن ده 15 اللي هو انت تدخل الفيجن فقط. طب البامب بقى، هل البامب الداتا اللي بتدخل ليها هي للفيجن فقط؟ لا طبعا. انت عارف ان البامب دي وظيفتها ان انا ترفع الميه للمباني بتاعتي او للادوار بتاعتي في المباني، للسكان اللي ساكنين في المباني. طيب يبقى البامب دي كام حصان؟ ما هو كام حصان دي بتيجي منين؟ بتيجي من انها هترفع كميه ميه قد ايه، صح كده؟ وهترفع كام متر. يبقى انا عايز هيد وعايز تصرف. ففي حاجه بقى اسمها البامب ديفينيشن. لو جينا في البروبرتيز الاول وبصينا هنلاقي هنا كده. فين؟ بسم الله. احنا كده واقفين على البامب اهو. اهي بامب ديفينيشن. البامب ديفينيشن دي كده هتلاقيها نون. لو جيت نزلت العلامه دي كده وعملت ايديت بامب ديفينيشن هيجيب لك الايه؟ البامب ديفينيشن بتاعتك اللي انت عايز تعملها. او ان انا اجي من هنا من الكومن كومبوننتس واضغط على البامب ديفينيشنز. او زي ما اتفقنا برضو احنا ممكن نيجي من كومبوننتس ونجيب البامب ديفينيشنز. او حاجه الرابعه اللي احنا برضو اتكلمنا فيها ان احنا نكتب هنا بامب وهو هيجيب لي ايه. طبعا لو كتبت بامب بس جاب لك حاجات كتيره. هو بامب ديفينيشنز عرف لك حتى المكانين. اهو جبت البامب ديفينيشن. فانا هقول له نيو، انا عايز اعمل بامب جديده. اسميها اي اسم، بامب ديفينيشن 1 2 3، اسميها اللي انا عايزه ان شاء الله، حتى عفيت احنا براحتنا يعني. طيب ايه بقى التعريف اللي انا بدخله في البامب؟ انا لا بتعامل مع efficiency ولا الان بي اس اتش ده ولا الموتور ولا الترانزيانت ولا اللايبري ولا النوتس ولا الحاجات دي كلها. الحاجات دي يعني بنتعامل معاها اكتر، او اللي هيتعامل معاها بقى ويشوفها لما يجي يشتغل في الووتر هامر بقى ان شاء الله. يعني الووتر هامر دي حاجه ادفانسد قوي. يبدا هو يتعامل مع الحاجات دي لان المعلومات دي مهمه. وحتى بيستخدم فيها برنامج الهامر. البرنامج ووتر ينفع يستخدم ووتر ايجنتس على فكره. بس يفضل ان انت تستخدم مع الووتر هامر الهامر. يبدا يتعامل مع الحاجات دي كلها، يبدا يدخلها فعلا. طيب انا دلوقتي راجل لسه بصمم، انا محتاج إيه من البامب؟ محتاج اقول له الفلو كذا والهيد كذا. طيب البامب دي بتتعرف بكذا. طيب في كونستنت باور ان انا ادخل لها الباور بس، اقول لها كام كيلو وات ولا كام هورس باور. يعني لو انت عايز تخلي دي هورس باور كليك يمين على الوحده اهي. جاب لي اليونتس اند فورماتنج. افتحها كده. هجيب من اليونت هنا كده اللي انا عايزه. انا عايز هورس باور. انا بحب اشتغل على الهورس باور. فانا هقول له هورس باور. طيب لو انت ملاحظ اهوت لما جه يحول بص دخل 1.3 من 10. يعني الكيلو وات 1.3 من 10 هورس باور. طيب الديسبلاي بريزيشن اللي هو الدقه. الكلمه دي يعني الدقه. الدقه دي بقى انا عايز كام رقم بعد العلامه. كام رقم بعد العلامه ده انا اللي انا بحدده بقى. يعني مثلا لو انا عايز اشتغل مثلا على هيد 34 ونص فانا محتاج رقم بعد العلامه براحتي. انا بحب دايما اشتغل على رقمين بعد العلامه حتى في هورس بار. مش هتفرق معايا طبعا. انا عارف ان انا بدخل رقم صحيح غالبا، بس انا اصلا مش هعرف البامب على انها كده. بس انا بعرفك ان دي تعبر عن الدقه بتاعت الارقام بعد العلامه. طيب انا جيت هنا حتى لما عملتها لو تلاحظ اداني صفرين بعد العلامه اهو. في حاجه اسمها الكاستم اكستندد دي مش بشتغل عليها، في حاجات بدخلها زياده. وديزاين 1 بوينت. في حاجه اسمها المالتي بوينت من غير ما نضغط بقى مش نقراهم على طول. في حاجه اسمها الستاندرد 3 بوينت. في حاجه اللي اسمها الستاندرد اكستندد. اكتر حاجتين هتتعرض ليهم واكتر ثلاث حاجات تتعرض ليهم هي الديزاين 1 بوينت والمالتي بوينت وال3 بوينت. اولا لو انت على الله يعني انت في البدايه خالص انت راجل لسه بتصمم ما تعرفش حاجه عن البامب غير ان انت عارف الفلو اللي محتاجاه الناس والهيد اللي محتاجاه الارتفاعات اللي موجوده عندي. فانا هشتغل على ديزاين بوينت 1 بوينت. انا معايا نقطه واحده
اللي هو الفلو توتال والهيد اللي انا محتاجه. طيب ايه بقى 3 بوينت والمالتي بوينت ده؟ لو انا عارف البامب اللي انا هشتغل عليها ايه، بيجي لك من بتاع ميكانيكا بقى، ده الراجل عارف البامب دي بتشتغل ازاي، عند الفلو لما يبقى كذا يبقى الهيد بكذا. إيه ده لو مالتي بوينت كذا نقطه. ولو انا عندي ثلاث نقط انا اللي بدخلهم، يعني لما مثلا الفلو يبقى بزيرو، طبعا البامب هتبقى واقفه، الهيد يبقى بكام؟ شط اوف. الماكسيمم اوبريتنج اللي هو يعني لما الفلو يبقى اقصى حاجه، الهيد يبقى بكام، وهكذا بقى. حتى هو هنا بص بيخليك ما ينفعش تتحكم في دي، هنا خلاص البامب واقفه شط اوف، يعني مفيش فلو اصلا زيرو. الهيد المفروض يبقى اقصى حاجه، والعكس بقى في الايه؟ الماكسيمم اوبريتنج هنشوفها دلوقتي حتى لما نيجي احنا ندخلها 1 بوينت. وليكن مثلا انا بصمم شبكه كومباوند بعد ما انا عرفت الفلو توتال، وهقول لك برضو ايه هو الفلو توتال دلوقتي. طلع مثلا عندي 50 لتر بالسكند، رقم كبير اهو 50 لتر بالسكند، وانا محتاج وليكن هيد، بدخل مثلا هيد 40 متر وليكن. بص كده رسم لك كيرف، بص الكيرف ده، بص عامل لك ايه عند الزيرو. انا كنت مدخل 40 اهوت، لما يكون هو بيخرج لي 50، البامب دي لما تخرج لي 50 لتر بالسكند هترفع لحد 40 متر. طب لما هي بقى تقفل تقف شut اوف، زيرو، زيرو فلو، تديني اقصى هيد اللي هو 53 و33%. طب لما هي بقى تديني زيرو هيد، مفيش هيد عالي، يبقى الماكسيمم اوبريتنج اللي هي باشمهندس، شغاله عليه 100 لتر بالسكند، تقدر ترفع 100 لتر، 100 لتر بالسكند. اتفضل، مين اللي بس اتفضل. انا روان. معلش اتفضل. النت كان قطع. هو الصفر اه ده ايه؟ الارقام النت كان طيب عندي قطع. بصي الشات اوف دي اتفقنا ان البامب ده كده لو وقفت، ان هي مش بتخرج فلو، فهي تقدر ترفع اقصى هيد. دايما كده يقول لك لما الفلو قليل، يعني هديكي مثال، لو انت عندك في البيت الساعه 12 بالليل شغاله الحنفيه، اكيد الميه بتبقى اقوى من ان انت مشغلاها الساعه 12 الظهر، اكيد طبعا. ليه؟ لان الفلو قليل، الناس بتسحب سحب قليل، فطبيعي ان الميه توصل لضغط اعلى. فده معناه، ده الكيرف ده معناه كده ان الشت اوف لما يكون بزيرو فلو، الفلو قليل خالص، هو زيرو مفيش، تقدر الميه توصل لارتفاع 53 33 متر، 33 متر. طب لما هي تكون بقى بترفع اقصى حاجه بتجيب اخرها، تقدر البامب دي تشتغل اقصى ايه؟ اقصى حاجه 100 لتر بير سكند. هتديني ايه؟ زيرو هيد، مفيش خالص، مفيش هيد. طب لو انا بقى انا بقول له انا هشتغل انا على الديزاين، انا عايز اشتغل على الحاجه اللي انا هصمم عليها اللي هي ال 50 لتر بالسكند، تقدر تديني 40 متر. فده معنى الكيرف بتاع البامب او البامب ديفينيشن اللي انا عايز اعرفها. انا كل الفكره انا بس بشرح لك ايه اللي بيحصل في الكيرف ده. كل الفكره انا لازم ابقى عارف الفلو توتال وعارف الهيد اللي انا عايز ادخله. طيب الاثنين دول بعرفهم منين؟ من الكود. ده مش من الكود طبعا، ده اللي من الكود. ده ممكن يعتمد على الكود وممكن لا، هنشوف ازاي نحسبه. يعني بناء على الكود بيقول لي البريشر بكذا، بس في كل قاعده شواذ. وزي ما احنا عارفين العاصمه مثلا ارتفاعات المباني فيها مختلفه عن الطبيعي. يعني من 2 ل 3 بار، ده لما قالوا من 2 ل 3 بار هم يقصدوا إيه؟ انا عندي مثلا مبنى اربع خمس ادوار، طب لو هو 10، لو هو 15، لا تفرق طبعا. مش معقول احقق 2 بار اللي هي 20 متر في مبنى 10 ادوار. 10 ادوار اللي هو يعني لو كل دور ارتفاعه 3 متر، 10 في 3 ب 30 متر، وانا محقق 2 بار، ما ينفعش طبعا. فلا الضغط لازم احنا نعرف نحسبه. طيب الفلو بتاعنا بجيبه ازاي؟ من الكود. لو انا كنت فاتح الكود هنا كده، فاتح الاثنين. طبعا اول حاجه قبل ما اقول لكم الفلو هنصمم على ايه بالظبط، عايز اقول لكم ان احنا عرفنا ان محطه الميه زي ما اتفقنا كنا اغلبها بنصممها على اقصى استهلاك او اقصى استهلاك شهري لحد الخزانات. وقلنا الخزانات بنصممها على حاجات يعني بنختار اقصى حاجه من الحاجات اللي احنا كنا بنشتغل عليها، اللي هو الفرق ما بين الديلي مثلا والاورلي والديلي والمانثلي في الخزان الارضي والعادي لو تفتكروا. وطبعا ساعات الطوارئ ومش عارف الديسنفكشن لو تفتكروا الحاجات دي كلها. فاقصى استهلاك يومي من 1.2 ل 1.8 ده المعامل بتاعه. طب اقصى استهلاك ساعه، اقصى استهلاك ساعه مش زي ما احنا كنا بناخده 2.5 خلاص، لا ده بيعتمد على عدد السكان. ودايما بقول لك خاف من عدد السكان القليل. قلت لك لو عدد السكان القليل غير سلوكه في يوم، لا مشكله، يعني بخاف منه فعلا. انما انا عندي مليون واحد، يعني بيقول لك تعداد اكبر من مليون، خدوا من واحد وربع لواحد ونص، انا هخاف منهم ليه؟ يعني 10 من ضمن مليون، يعني 100,000 جوه مليون، ازاي 100,000 جوه 100,000؟ ده 100,000 هم طبعا عمر 100,000 يغيروا استهلاكهم كله يعني. اكيد انا طبعا بضرب في بيك اهوت، بس يعني ما بتحصلش يعني ان ال 100,000 كلهم هيصحوا في يوم
يغيروا كلهم استهلاكهم مع بعض يعني. فانا طبعا الفكره في الحته دي زي ما قلت لك دايما بنخاف من عدد سكان قليل، فالتعداد لحد 50,000 انا عندي من 2 وربع لحد 2 ونص. طيب انت هتصمم على ايه برضه؟ ما قلتليش الشبكه بتاعتي هصممها على ايه؟ عدد تصرفات الحريق دلوقتي اهي، هو ده بقى. لو انا عندي خط ناقل او روافع، خط ناقل ده اللي هو يعني انت برضه مش هتتعرض ليه الا قليل قوي. انا بصممه على اقصى احتياج يومي زي التصرف الحريق. خط النقل ده بالمناسبه يعني انت بتنقل ميه من مكان لمكان، هو وظيفته ان هو ينقل الميه من خزان لخزان، من مصدر لخزان، مش عارف منين لفين. فهو ده الروافع بقى اللي هو الخط اللي خارج من بامب ستيشن يعني. فبتصمموا على حاجه من الاثنين، يا اما اقصى احتياج يومي زي التصرف الحريق ده في حاله وجود خزانات في الشبكه، او اقصى احتياج ساعه في حاله عدم وجود خزانات في الشبكه، وربطك هنا بالخزانات. طيب اللي احنا بقى بنتعرض ليه كتير اللي هو ده شبكة التوزيع الرئيسية، هي دي أكتر حاجة احنا بنتعرض ليها. يا إما أقصى احتياج يومي زي التصرف الحريق، أو أقصى احتياج ساعة أيهما أكبر. تمام. بقية الحاجات برضو مش بنتعرض ليها، أنا يهمني دي، يهمني الحتة دي قوي. بقية الحاجات دي لو متتعرض ليها برضو ممكن ترجع ليه الجدول ده تاني. فالحتة دي بقى أجيبها إزاي؟ أقصى احتياج يومي ده اللي أنا عايزك تحسبه بقى في شيت إكسل إن شاء الله، وتعرضه عليا المرة الجاية. يعني مطلوب منك إن شاء الله إن أنت تحسب لي التصرفات زي ما إحنا عملناها كده في الصرف الصحي. تحسب لي التصرفات وتقول لي أنا هشتغل على كذا بناء على شيت الإكسل ده، وتعمل لي رناية سريعة كده تقول لي إيه الأقطار المفروض تطلع بكذا، السرعات بكذا، الدرجة بكذا، كل الحاجات دي. فمش هتاخد معاك حاجة بإذن الله. أنا دايما بقول كده، يعني دايما بقول للناس يعني شبكة الصرف أصعب في البرنامج، يعني مش أصعب، هي سهلة جدا، بس هتاخد وقت منك في البرنامج. ليه؟ لأن أنت يعني بتقعد تظبط الميول ومش عارف إيه. شبكة المية لو هي صغيرة، خلي بالك لو هي صغيرة ما تجيش فيها في شبكة يعني شبكة فيها 1000 ماسورة مثلا وتقولي لا ده هتبقى أسهل من شبكة الصرف. لا طبعا هتاخد وقت معاك، لأن أنت بتقعد تعمل أناليسيز وتبدأ تدخل أكتر. إنما أنا بتكلم مثلا مقارنة في الكومباوند اللي أنت شغال عليه. انا بقول لك الكومباوند اللي انت شغال عليه شبكه الميه اسهل من شبكه الصرف جوه البرنامج. طيب في المخرجات بقى لا، شبكه الميه طبعا اصعب. شبكه الميه تحتاج ان احنا نرسم بروفايل عن طريق السيفل، وهشرحه لكم ان شاء الله. شبكه الميه بتحتاج تفاصيل قوي، لو هي بقى شوب دروينج تفاصيلها اكتر بكتير من شبكه الصرف. لا ده شبكه الصرف انت بتحط نماذج مطابق وخلاص. لا شبكه الميه فيها حاجات، فيها وصلات كتيره، فيها محابس، فيها غرف، فيها حاجات اكتر طبعا بكتير من شبكه الصرف. فاحنا عايزين نحسب مع بعض ان شاء الله كده في شيت اكسل وتوريهولي اقصى احتياج يومي، وده نقدر نحسبها ان احنا لو عرفنا استهلاك الفرد الواحد بكام. احنا عندنا العماره، عارفين ان العماره دي نموذج كذا زي ما اتفقنا قبل كده. النموذج ده مثلا فيه كام وحده، الوحده فيها كام فرد، عرفت عدد الافراد، الفرد الواحد بيستهلك كام، واضربهم في بعض. لو ضربت العدد في الاستهلاك جبت كده الاستهلاك المتوسط. لو قدرت احدد من هنا فاكتور بتاع اقصى استهلاك يومي، وانا بفضل تاخدوه 1.8 من 10 او 1.7 من 10، وليكن 1.8 من 10، ثبتوا للناس كلها 1.8 من 10. نضرب في 1.8 من 10 نبدا نعرف اقصى استهلاك يومي كام. نجمع عليه الحريق بقى. والحريق ده يعني قصته قصه شويه، انا مش هدخلك في قصه برضه ادفانسد عليك قوي دلوقتي، دي ان شاء الله تتعرض ليها في الشغل. اللي هو انا عايز اعرفك الكود بيقول ايه دلوقتي. لما نعرف الكود بيقول ايه وندخل في البرنامج ونعرف نطلع مخرجات صح، وقت ما هتيجي تشتغل باذن الله واحد يجي يقول لك الان اف في اي بيقول كذا، انا مش عارف ايه هو الان اف في اي ده. الان اف في اي ده كود الدفاع المدني الامريكي، ده بيقول ان انا عايز احقق ضغوط كذا في الحريق، عايز احقق تصرفات كذا. ساعتها مش هتفرق، ده انا عارف ان انا تصرف الحريق بكذا وبعرف ادخله. خلاص قال لي بقى الراجل بتاع الميكانيكا جه قال لي ده انا بتاع الدفاع المدني هي طالب مني احقق هنا تصرف حريق 1000 جالون بير مينت، يعني وحده جالون بير مينت، اللي هي عشان هو طبعا كود دفاع مدني امريكي فهم بيحبوا يشتغلوا بجالون بير مينت. 1000 جالون بير مينت، 10000 جالون بير، طبعا الرقم ده اوفر قوي، بس انا بديك بقول لك ايه، لو جه بتاع ميكانيكي قال لك رقم عايز احققه انا عارف ادخله ازاي. خلاص قال لي مثلا ضغوط غير اللي انا احققها بعرف اطلعها، ايه المشكله؟ المهم يبقى عندي الكونسبت، اقدر ان انا اصمم الشبكه، اقدر ان انا اطلع المخرجات اللي انا عايزها. خلاص بالنسبه لي ان طلب مني اعمل اي حاجه في الشبكه على البرنامج هقدر ان انا اعملها بكل سهوله ان شاء الله. فليكن مثلا ان انت وانت بتحسب عدد السكان كان طلع معاك عدد السكان ما بين 25,000 و 50,000 وليكن، فانا هاخد تصرف الحريق ساعتها 30 لتر
بير سكند، 30 لتر بير سكند. دي اللي انا هدخلها في البرنامج، وهعرف ازاي اشيك عليها ان شاء الله واحنا بقى بنعمل رن كده. خلينا نأجل حته ان انا ادخلها ازاي دي بعدين، انا هوريك الدخل ازاي تصرفات. بس حته ان انا ادخلها فين والكلام ده عشان يعني عايز اشرحها تفصيليا شويه وبدقه مع بعض، واعتقد ان الزوم مش هيسعفنا دلوقتي ان شاء الله يعني. ف 30 لتر بير سكند دي اللي انا هضيفها وانا بحسب في شيت الاكسل على الرقم اللي انا هحسبه بتاع اقصى استهلاك يومي. تمام كده، هدخلها فين بقى؟ دي مش بتاعتك دلوقتي، سيبها لي اشرحها لك المره الجايه ان شاء الله. طيب فتره الحريق ايه؟ فتره الحريق 3 ساعات دي هعمل بيها ايه؟ هو الراجل هنا بيقول لي ان فتره الحريق هتقعد ل3 ساعات، فانت يعني اعمل حسابك ان انت تخزن ميه تكفيني 3 ساعات. فلو انت بتعمل خزان جوه كومباوند، في كومباوندات بتعتمد على الخزان، سواء كان خزان ميه حريق فقط او خزان ميه شرب وميه حريق، بتحصل. فاعمل حسابك وانت بتخزن الميه في الخزان ان هي تكفي 3 ساعات. هنيجي برضو لو احنا عايزين نحسب، وفكروني بيها لما نتقابل برضو، لو احنا عايزين نحسبها نحسبها ازاي، دي حاجه. فدي ما تهمنيش دلوقتي، دي اللي تهمني في المدخلات 30 لتر بير سكند. في الحسابات بتاعتي تهمني، وفي المدخلات، في المدخلات ادخلها ازاي ناجلها المره الجايه ان شاء الله. طيب انا حسبت اقصى احتياج ساعه، انا خلاص حسبت برضو المتوسط بتاعي. نفس المتوسط ده الاستهلاك المتوسط، ابدا ان انا اضربه في بيك فاكتور على حسب عدد السكان اللي عندي. وليكن انا عندي عدد سكان ما زادش عن 50,000، فانا هاخده 2.5 واضرب في 2.5 واقارن الرقم ده كتوتال بالرقم بتاعي كتوتال اقصى استهلاك يومي زائد الحريق، واشوف ايه الاكبر واصمم عليه. تمام يا شباب؟ فبالنسبه لي الموضوع ده منتهي، مفيش فيه اي مشكله.